يا بطة، يا بطوط، يا وزة البيت، الملح فين يا حبيبتي؟ الشوربة دي زي حكايتك بالظبط. يا سلام. طب الملح في العلبة اللي مكتوب عليها سكر يا زيرو، علشان اللي زيك يفضلوا محتارين. وبعدين مالها حكايتي؟ ده انا حكايتي سكر، انما شربتك انت اللي محتاجة اعادة ضبط المصنع. يا شيخة اتقي الله، ده انا اللي قشرتلك البصل ودموعي نزلت كأني في مشهد درامي لفاتن حمامة، وانتي واقفة تحشي المحشي وكأنك بتركبي كريستال في فستان فرح. وماله الكريستال؟ المحشي ده فن، مش زيك بترميه في الحلة كأنك بتحدفي طوب لبنية. وبعدين تعالي هنا، فين قطية القشطة اللي كانت في الطبق؟ طيب، هي كان هنا في قطايف؟ انا شفت كائنات فضائية صغيرة دخلت المطبخ وخدتهم وطاروا. انا ماليش دعوة يا بطوط. كائنات فضائية؟ طب والله الكائنات لو ما بطلتش تاكل القطايف هخلي الفطار النهاردة عيش وملح بجد من غير طبيخ. لا 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 لا. وعلى ايه التوبة يا ريس؟ خلاص خلاص، انا هقف اغسل المواعين بس بشرط. شرط؟ شرط ايه يا أبلة فضيلة زمانك؟ تكتبي على الفيسبوك ان دي رهية اللي علمتك سر خلطة المحشي الجبارة، والاعتراف بالحق فضيلة. اكتب ايه؟ ده انا لو كتبت كده المحشي نفسه هيطلع من الحلة يضربني. انزلي يا زيرو في المواعين وانتي ساكتة. رمضان كريم يا اختي جوزي عسل. استنونا الحلقة الجاية في غزوة الرقاق ومؤامرة السمن البلدي.